بص يا كولر، ده التشكيل اللي تبدأ بيه قدام سان داونز يوم الجمعة وما ترجعش ورايا. في مباراة الذهاب من قلب بريتوريا الساعة 3 العصر لعبت بال5-3-2 وكان تشكيل دفاعي بحت، ولكن حققت المطلوب إثباته وطلعنا بكلين شيت. لكن ماتش العودة ظروفه مختلفة تماما، يعني يكفي انه هيكون على استاد القاهرة وسط اكتر من 60,000 مشجع اهلاوي، فاكيد هنحتاج التشكيل هجومي اكتر، بس كله بالعقل عشان منشيش. هنبدأ بمحمد الشناوي في حراسة المرمى. خط الدفاع رامي ربيعة وأشرف داري اللي حرفيا عمل أداء عالمي الماتش اللي فات. باك رايت محمد هاني، باك ليفت مصطفى العش وبدون أي نقاش. خط الوسط بقى وركز معايا، هتبدأ بمروان عطية وإمام عاشور وأحمد رضا، لكن لازم يكون في واجبات دفاعية على إمام عاشور زي ماتش الذهاب بالظبط، عشان يكون في 2 رقم 6 في الملعب عليهم واجبات دفاعية يقدروا يقفلوا المساحات بشكل كويس، وفي نفس الوقت إمام عاشور يقدر يعمل الزيادة العددية في الهجوم عادي جدا. وخط الهجوم طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي وجراديشار. التشكيل ده محتاج نركز في الملعب تكتيكيا وشوية تعليمات من المدرب بيفهم، وبالتالي هنقدر ندافع ونقفل المساحات كويس، وفي نفس الوقت هنقدر نعمل زيادة هجومية فنسجل بسهولة ونكسب سكور بإذن الله. دي كانت خطتي عشان نوصل للفاينل. انتوا كمان قولولي خطتكم ونتناقش في الكومنت. لايك وسبسكرايب وفولو، وللي ما يعرفنيش فانا جانا وائل بنت الاهلي وبس كده.